سيدنا جبريل عليه السلام زار النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، فقال له: يا رسول الله أتشتكي؟ يعني أنت بتشتكي من مرض أو حاجة؟ فقال له: نعم. سيدنا جبريل أرقى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له دعاء جميل جدا يقوله أي واحد وهو مريض، يرقي نفسه بالدعاء الجميل ده، ربنا سبحانه وتعالى يبعد عنك أي شر وأي مرض وأي حاجة تأذيك. وقال له: بسم الله أرقيك والله يشفيك، بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، ومن كل نفس حاسدة، ومن كل عين حاسدة، بسم الله أرقيك والله يشفيك. أنت دايما أي مرض تحس بصداع، تحس بسخونية، تحس بأي مرض وانت في أي وقت من حياتك، حط ايدك على راسك كده وقول: بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل شر يؤذيك ومن كل عين حاسدة، بسم الله أرقيك والله يشفيك. أي حد مريض ممكن ترقيه، حد من أولادك، أهل بيتك، أنت نفسك ترقي نفسك، مفيش أي مشكلة. اقرأ آية الكرسي واقرأ الدعاء الجميل ده، ربنا سبحانه وتعالى يبعد عنك أي مرض وأي حاجة تأذيك وأي حاجة وحشة. الدعاء ده اللي سيدنا جبريل عليه السلام أرقى به النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يشعر بمرض. عرف الناس وعرف غيرك الدعاء الجميل ده، والدال على الخير كفاعله، وربنا يا رب يشفي كل مريض ويعافي كل مبتلى.